بالبلدي كده قال لك الراجل يطلع له. عمرو بن ود اقوى فارس فيك يا عرب. المسلمين خايفين ومحدش راضي يطلع يبارزه. البدايه كانت في السنه الخامسه للهجره بعد غزوه احد وهزيمه المسلمين. قريش قررت تضرب على الحديد وهو سخن، وعملوا تحالف جميل كده مع شويه قبائل كان ابرزهم واقواهم غطفان وبني قريظه وقبيله اسد. عشان كده المعركه ليها اسم تاني وهو معركه الاحزاب. قريش لعبت الكل في الكل وهاجموا المدينه المنوره من حيث انهم يقضوا على المسلمين بلا رجعه، تنتهي الدعوه والدين اللي الجماعه دول مصدعين بيهم. طب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عمل ايه لما عرف؟ جمع اصحابه واستشارهم هيعملوا ايه مع الحشود دي. هنا بقى جه دور سلمان الفارسي واللي اقترح انهم يحفروا الخندق، لان سلمان كان عنده خبره قتاليه من المعارك اللي شافها بين الفرس والروم. بالفعل المسلمين بيحفروا الخندق اللي كان طوله من 5 ل 10 متر، وبيوصل جيش قريش للمدينه وكان قوامه حوالي 10000 واحد. حاول مشركين قريش انهم يعدوا الخندق لكن المسلمين منعوهم. وهنا بقى جه دور المبارزات الفرديه، وطلع فارس من قريش اسمه عمرو بن ود، كان معروف انه من اقوى فرسان العرب لو ما كانش اقواهم يعني. طلع نادى في المسلمين ومحدش عايز يرد. بقول لك اقوى فارس في العرب. ولكن بقى يجي هنا دور حيدره الغاب، سيدنا ومولانا علي بن ابي طالب هو اللي طلع وكان لف في الوشاح حوالين وشه لحد ما عمرو قال له ينزله من على وشه. ولما سيدنا علي نزل الوشاح عمرو بن ود شافه شاب صغير، قال له ارسلوك لانك اصغرهم؟ هذا ما توقع. سيدنا علي قال له بل ارسلوني لاني اقلهم شأنا. شايف تواضع باب العلم. ولما عمرو بن ود ساله عن اسمه وقال له انا علي بن ابي طالب، قال له تراجع يا فتى فان اباك صديقي وانا لا احب ان افجع اباك فيه. سيدنا علي قال له ولكني والله احب ان افجع اباك فيه. وبدات المبارزه بدون تفاصيل كتير. المسلمين ما كانوش شايفين حاجه من كميه الغبار اللي في الجو. بعد شويه وقت سمعوا تكبير ولقوا سيدنا علي داخل عليهم براس عمرو بن ود، وبدات التكبيرات في صفوف المسلمين. لما سالوه ما خدتش الدرع بتاعته ليه عشان غاليه يعني، قال لهم انه بعد ما وقع انكشفت عورته وغطاها بالدرع بتاعه. خلد التاريخ واحده من اهم لحظات اسلامنا العظيم واهم لحظات قوه وشجاعه سيدنا علي بن ابي طالب. ده مختبر التاريخ وانا عمر. سلام. أول القوم إسلام، أول وليد ولد بالكعبة. أنت العلي الذي فوق العلا.